شجرة الكريسماس اللي بتعتبر أكبر شجرة اتعملت في تاريخ أمريكا، ومكانها زي ما احنا شايفين في مركز روكفيلر اللي بيعتبر واحد من أهم معالم نيويورك في موسم الأعياد. والشجرة الحقيقة كبيرة جدا، جايبينها من إيست جرين بوش، يعني على بعد 150 ميل من المكان اللي احنا واقفين فيه دلوقتي. ارتفاع الشجرة دي حوالي 75 قدم ووزنها حوالي 11 طن، ويقال ان هي عمرها اكتر من 60 سنه، وبتلمع وبتنور باكتر من 50,000 ليد بالوان كتيره جدا، وبتتوج بنجمه سوروفسكي ثلاثيه الابعاد وزنها 900 رطل، وفيها 3 مليون بلوره. واللي صمم النجمه العملاقه دي هو المهندس المعماري دانيال ليبسكيند سنه 2018. وطبعا التقليد ده مستمر من حوالي قرن تقريبا، بالظبط من سنه 1933 اللي حصل فيها اول احتفال رسمي براس السنه بوجود شجره الكريسماس. والسنه دي الاحتفالات بدات من يوم 3 ديسمبر 2025، والشجره شغاله دلوقتي وهتفضل شغاله باضاءتها طول الايام من الساعه 5 الصبح لحد منتصف الليل. وفي ليله راس السنه هتشتغل لمده 24 ساعه كامله كدليل على روعه الحدث اللي الملايين بيستنوه وبيجوا هنا عشان يحضروه كل سنه.